السلام عليكم. ده فيديو سريع كده، ابديت سريع عشان بس تبقى فاهم وانت شغال. هنقول ازاي تعمل ابعاد الفيديو وازاي تخرج الشغل من البرنامج كفيديو بقى، يعني ازاي تعمل له اكسبورتنج ريندر يعني. طيب انت مثلا جبت الصورة، مثلا اي صورة مثلا، ودخلتها البرنامج. لو انت دخلتها كده على طول ونزلتها في البوكس ده، البرنامج تلقائي بيعمل حجم الفيديو على قد الصورة. طب هو ده يعني ده الحجم ده اللي المفروض يبقى طالع بيه؟ لا، لان انت هتحطها مثلا على اليوتيوب، فحجم اليوتيوب ليه حجم معين. هتحطها ستوري، برضو الستوري ليها حجم معين. فانت لو طلعت الفيديو على طول كده من غير ما تعدل فيه، فانت هتلاقي بقى تيجي تحط الفيديو مثلا على الفيسبوك او على اليوتيوب، هتلاقي بقى مقصوص، حاجات مش باينة فيه والكلام ده. فعشان بقى تبقى فاهم انت هتعمل ايه، لما حطيت الصورة هتدوس على كومبوزيشن سيتنجز. هتلاقي هنا الابعاد بتاعت اليوتيوب، يعني لو فيديو بالعرض الابعاد بتاعته بتكون 1920 في 1080. فانت بتعمل كده وتدوس اوكي. بص هتلاقي الابعاد اتغيرت، الصورة اتغيرت اهي. فانت بقى تظبطها، مثلا عايز تبعدها شوية، بتعمل كده. طبعا ما تنساش تدوس على شيفت عشان الابعاد ما تبصش معاك، تفضل دايس على شيفت وتعمل بقى براحتك كده. خلاص هي كده تمام تمام. الابعاد فيديو بتاعت ستوري بتكون العكس، يعني بتكون 1080 في 1920 وتدوس اوكي. بص الابعاد اتغيرت بقت بالطول. فانت شوف قبل ما تبدا، انت عاوز تنزله، يعني انت تبقى مقرر قبل ما تبدا الفيديو هتنزله ستوري ولا هتنزله فيديو يكون بالعرض، عشان ما تجيش في نص الشغل تلاقي يعني الفيديو كله باظ او انت مثلا نسيت الكلام ده. تمام. حاجه كمان ازاي تعمل، اه ممكن مثلا نقول طريقه تانية. انت مثلا قبل ما تحط الصوره خالص، جيت كده انت دخلت البرنامج وما دخلتش اي صوره، عشان برضو تبقى ظابطها من الاول خالص. دوس نيو كومبوزيشن، هيجي لك الابعاد هنا. فانت يعني قبل ما تحط الصوره مش لازم تحط الصوره عادي، تيجي نيو كومبوزيشن تكتب الابعاد براحتك، عايز تخليه بالطول ولا بالعرض. يا اما 1920 في 1080 هو كده، يا اما 1080 في 1920 على حسب انت عايزه بالطول ولا بالعرض. وتدوس اوكي كده. انت لو كده خلاص بالطول، هتيجي تجيب الصوره وتدخلها كده. الصوره هي اللي هتبقى، يعني الصوره هي اللي هتبقى ادابتد على البرنامج، مش البرنامج هو اللي هيكون ادابتنج على الصوت. فعشان بس تبقى الدنيا واضحة معاك. اخر حاجة بقى ازاي تعمل اكسبورتنج للفيديو، يعني انت خلاص خلصت. آه ازاي؟ في حاجة بقى مهمة هنا، التايم لاين ده في شريط كده اللي فوق ده. ده شريط ايه؟ انت مثلا خلصت الفيديو، لقيت ان الفيديو كل الافكتات اللي انت عملتها وعملت كل حاجة، لقيت ان الفيديو مثلا واقف لحد هنا 14 ثانية مثلا، وخلاص بعد الفيديو ده مفيش حاجة انت تعملها تاني، خلاص الفيديو خلص كده. فانت لو عملت اكسبورتنج ومن غير ما تقلل ده، يعني من غير ما تقلل الشريط ده، كده الاكسبورتنج هيعمل للتايم لاين كله لحد دقيقة. فعشان ما تعملش للتايم لاين كله، لازم تشوف انت مثلا هتنهي الفيديو لحد هنا، فتيجي هنا وتدوس حرف الان، هيجيب لك على طول التايم لاين، او تشده يعني بايديك كده. بس طبعا تاخد بالك ان هو ما يتشدش من ناحية تانية. فانت تشده كده اهو، تطوله وتصغره براحتك، او تدوس تقف عند الحته اللي انت عايز فيها وتدوس حرف الان. كده هو هينهي هنا. تعمل بقى اكسبورتنج ازاي؟ تدوس على الفايل، دور على سوري دور على الاكسبورت. في طريقتين للاكسبورتنج، يا اما هتدوس اد تو ريندر كيو، هيجيب لك على طول اكسبورتنج هنا، تروح جاي دايس دايس هنا تحدد المكان وتحدد هتسميه ايه. بعد ما تدوس سيف هتدوس هنا ريندر، هيبدأ يرندر معاك. او في طريقه تانية بس طبعا انت مش لازم تستخدمها دلوقتي، وانا بستخدمها، بس بتنزل برنامج تاني اسمه ادوبي ميديا انكودر. مش لازم طبعا تستخدمه دلوقتي، عادي جدا. بس الحاجه اللي لازم تفهمها وانت بتنزل البرنامج، لازم تنزل اللي هو ادوبي ميديا انكودر ده، لازم تنزله نفس نسخه البرنامج اللي عندك. يعني لو اللي عندك 2020 لازم تنزل ادوبي ميديا انكودر 2020، عشان مش هيشتغل لو ده نسخه وده نسخه. بس كده. هنقول حاجة تاني أو حاجة كمان. لو أنت مثلا في نص الفيديو حسيت إن أنت عاوز، يعني أنت محتاج وقت أطول من دقيقة، يعني أنت عملت الفيديو دقيقة محتاج وقت أطول، إزاي تغيره؟ برضو كومبوزيشن سيتنجز، هتلاقي هنا الديوريشن. هنا عاملها دقيقة وكام ثانية وكام فريم، البوكس الأخير ده أو الزيرو ده كام فريم. فأنت مثلا أو تيجي هنا عند دقيقة عايز تزودها تخليها دقيقتين، تروح جاي دايس أوكي، هتلاقي التايم لاين تلقائي زي ده أهو، بقى دقيقتين.
ده كان فيديو بس سريع كده عشان تبقى فاهم، ونشوفكم على خير بإذن الله في فيديو قادم. السلام عليكم.